قبل ما ندخل في الفيلم عايزك تركز في كل تفصيلة عشان الموضوع كبير. يلا بينا. بيبدأ فيلمنا النهاردة بمشهد كله دولارات وبشخص اسمه ريان بيكون تاجر مخدرات برازيلي وابنه اسمه دانتي وبيكون شخص مجنون، وبنعرف ان في اشخاص حرقوا كل اصولهم اللي موجودة معاهم، وبيكون الشخص ده اسمه دوم والفريق بتاعه. وريان بيعرف دانتي ان كل اللي بيعمله في حياته عشانه، ودانتي بيرد عليه ويعرفه انه هيقتل دوم من غير رحمة، وريان بيشجعه على ده. ومن الواضح كده زي ما احنا عارفين في الاجزاء اللي فاتت ان في بينهم طار، وريان بيكون عاوز يعذبهم الاول. وبنرجع لمكان بيكون للشرطة العسكرية، وريان ودانتي بيكونوا هناك وبيكون ده مكان شغلهم المشبوه. وفجأة بيحصل هجوم على المكان بعربية مصفحة، وكل الموجودين بيضرب عليهم نار لكن من غير فايدة، وفعلا بتقتحم المكان وبتكسر الحيطان، وبيظهر وراها عربيتين تانيين وبينزلوا، وبنعرف ان هم دوم وصاحبه، وبيبدأوا يربطوا حبال في الخزنة، والشرطة بتكون بتضرب نار عليهم في نفس الوقت. والأمن بيعرف ريان ودانتي ان الخزنة بتتسرق، وهما بيكونوا مش مصدقين اللي بيحصل، وفعلا بيتحركوا وبتكون الخزنة ضخمة جدا. وبنعرف ان دي الخزنة اللي شفناها في بداية الفيلم اللي كانت كلها دولارات. ودانتي بيتصدم اول ما بيشوف المكان اتدمر ونجحوا في سرقة الخزنة، وبيبدأوا يتحركوا وراهم بالعربية، وبيحصل مطاردة طويلة بينهم، وبيكون على جسر فوق البحر. ودوم بيحس ان هما اتحاصروا وبيقرر يقطع الحبل التاني اللي في الخزنة عشان تكون معاه هو وبس ويعرف يتصرف. وبنعرف ان صاحبه اللي كان موجود معاه في الاول ده فلاش باك، وان هو صاحبه توفى اصلا في الاجزاء اللي فاتت، وكان اسمه كونر. ودوم فعلا بيعمل حركات بالعربية وبيلبس كام عربية شركة في الخزنة وبيقلبهم في البحر، وبيحاول يهرب منهم، لكن فجأة بيظهر قدامه دانتي وبيطلع رشاش من العربية وبيضرب في عربية دوم. ودوم بيفرمل وبيخلي الخزنة تتقلب عليهم، وبتعدي من ريان رئيس العصابة وبتلبس في ابنه دانتي واتقلب في البحر وقتها، لكن بيكون لسه عايش. وفي عربية بتتقلب على ريان وبتخلص عليه. وبنروح للوس أنجلوس، وبيكون دوم بيعلم ابنه السواقة، وبيكون بيعرفه ما يخافش ولازم يحس بالعربية وهو سايق. وبيقرروا يرجعوا البيت عشان أم دوم بتكون مستنياهم، وفعلا بيتجمعوا وبيحتفلوا مع بعض. وبعد كده دوم بيدخل على صاحبه اللي اسمه روم، وبيكون بيشيك على العربية بتاعته وبيعرفه إن واضح إن ابنه هيبقى ميكانيكي عربيات ماهر. وبنشوف دوم بالليل واقف قدام أوضة ابنه وبيبصله وهو نايم وبيقوله إن أنت هتبقى أفضل مني. ودوم بيكون قاعد مع مراته وبيقول لها إن آبي اللي هو ابنه بيسأله إن هو مش بيخاف، ودوم بيعرفها إن هو خايف عليها وعلى ابنهم بس. وبعدها بنلاقي عربية وقفت عند بيت دوم وبتنزل منها واحدة، وبنعرف إن هي اسمها سايفر. ولما دوم بيفتح الباب بيلاقيها باين عليها أثر جروح كبيرة وبيكون مش طايق يشوفها. وبنعرف إن هي كانت هي اللي قتلت زوجته القديمة، وبيسألها إن هي إزاي لحد دلوقتي ما ماتتش، وموتها كذا مرة قبل كده. وهي بتقول له آخر مرة لازم تسمعني. ودوم بيقول لها أنت ليه ما عملتش كده مع إلينا اللي هي زوجته اللي ماتت وما سمعتهاش قبل ما تموتيها؟ قالت له أنا أكيد أنا جايلك عشان سبب معين ويهمك. وهي بتقول له إن هي قابلت الشيطان. وبنرجع فلاش باك ليها وهي في مقرها، وبيدخل عندها دانتي اللي شفناه من 10 سنين، وبنعرف إن الأحداث دي عدى عليها لحد دلوقتي 10 سنين. وبيكون دانتي داخل عليها بجوز رجالة مخلص عليهم، ورجالتها بيرفعوا عليه السلاح، وبيعرفها ان هو نفس الشخص اللي هو عايزين يموتوه مشترك بينهم اللي هو دوم. وقال لها انا مش هقبل بموته، انا عايز اعذبه الاول زي ما ابويا كان عايز. ودانتي بيطلب منها تساعده بالاجهزة اللي عندها والاسلحة، وهي بتكون مش خايفة عشان واقفة وسط رجالتها اللي بيحرسوها، ولكن كل الموازين بتتقلب. بيبدأ يقول على اسماء الحراس وبيبعت لهم كل واحد منهم فيديو لزوجته واولاده، وهم بيكونوا متكتفين في اللحظة دي. ودانتي بيعرفهم يختاروا بينها وبين عائلتهم، وكل حاجة بتتقلب والرجالة دي بتقلب أسلحتهم وكل حاجة على سايفر. ودانتي بيقتل واحد منهم وبياخد الهارد بتاع الأجهزة اللي سايفر شغالة بيها، وبياخد جزء رجالة منهم اللي فاهمين في الموضوع وفاهمين في الأجهزة دي، وبيؤمر بقية الرجالة يخلصوا عليها. وساعتها الحراس بتاعتها بيرفعوا أسلحتهم عليها، وهي بتكون قادرة توقف الأسلحة بجهاز تحكم، وبتعرفهم إن هي من الأول ما كانتش واثقة فيهم. وبيبدأ بينهم معركة جامدة وبيكونوا خلاص هيخلصوا عليها، لكن هي بتجري على الأسانسير وبيروح واحد وراها من الرجالة دي وبيكون هيخلص عليها، لكن هي بسرعة بتضرب نار على الحبل بتاع الأسانسير وبيتقطع وبيكون نازل بسرعة. وهي بتلاحظ إن الأسانسير خلاص باقي ثانية وهينزل على الأرض، وبتعكس كل حاجة وبتخلي الراجل ده على الأرض وبيموت في ساعتها. وسايفر بتعرف دوم إن في حرب جاية في الطريق. المشهد اللي بعد كده بنلاقي صديق دوم من الوكالة جاي وبيقول له إن هما نقلوها المكان عشان تتعالج،
وبيسألوا على باقي الفرقة، بيعرفوا ان هما في مهمة في روما، ودوم بيستغرب وبيقول له مهمة ايه اللي في روما ده؟ اكيد فخ. ودوم بيجهز وبيروح لابنه وبيعرفه ان هو هيرجع له تاني ويكملوا دروس السواقة. وبنروح روما وبنلاقي صحابه بيجهزوا عربيتهم عشان يبدأوا سرقة الشاحنة، وبيكون دوم بيحاول يعرف مكانهم عشان يحذرهم، وفعلا بيعملوا كده وبيكونوا محترفين، وبيكون كل واحد منهم عارف وظيفته، وبيحركوا عربية صغيرة تحت التريلا وبينشروا غاز في التريلا دي، وبيعرف ان هو غاز منوم والسواقين والحكومة اللي موجودين فيها بيغمى عليهم، وفعلا بينط على التريلا دي وبيدخلوا جواها وبيقتحموها، وفجأة بيلاقوا الأبواب بتتقفل عليهم، وبيكتشفوا إن في حد تاني بيتحكم في التريلا، وبنكتشف إن دانتي كان عامل لهم فخ هو دلوقتي اللي بيتحكم فيها. ودوم من خلال المطاردات بيعرف مكان صحابه بسبب الدخان اللي ناتج عن المطاردة مع الشرطة، وصحابه بيكتشفوا إن اللي في الشاحنة قنبلة ضخمة، وبيكون دانتي السبب في كل ده، وبيكون عاوز يفجرها في روما. وبنعرف إن هو قادر يتحكم في كل حاجة بالأجهزة اللي معاه بسبب الهارد اللي خده من سايفر. وبتكون عربيات الشرطة بتجري وراهم، وفي لحظة بتقلب الشاحنة وبتخرج القنبلة وبتفضل ماشية على الأرض وبتخبط في المباني، ودوم بيحاول يسيطر عليها، ومراته وقتها بتكون على الموتوسيكل بتكون بتطارد دانتي اللي هو كمان بيكون سايق موتوسيكل وبيضحك عليه. وبنرجع لدانتي وبيكون الحكومة بتحاصره، لكن هو بيعرف من صحابه في اللاسلكي إن القنبلة لو نزلت في البحر هتخف من دمارها ومن قوتها، وبيحاول إن هو يسحبها ناحية البحر. وبتكون مراته لسه بتواجه دانتي ولكن بيقدر يتخلص منها والشرطة بتمسكها، ودانتي بيبدأ يفعل القنبلة عشان يفجرها، ودوم بيحاول يخلص من الشرطة وبيلاحق القنبلة وكله بيحذره، ولكن هو بيكمل وفعلا بيوصل لها وبينجح، وفعلا بينزلها البحر وبتعمل انفجار رهيب، وكله بيكون مصدوم من المنظر ومفكرين ان دوم مات، لكن هو بيكون لسه عايش. وبنروح لمقر الوكالة وبيظهر معانا بنت اسمها تيس، وواضح انها بتعرف تسرق بسهولة عشان سرقت كارت الدخول من الحارس، وبتدخل على رئيس الوكالة، وبنعرف إن رئيس الوكالة اسمه إيمز، وبتعرفه إن هي جاية عشان تسلم نفسها، وهي بتوضح له إنها بنت رئيس الوكالة السابق وبتطلب منه يحمي دوم وفريقه، وبتعرفه إن هما مش إرهابيين، وإيمز بيتعامل معاها بسخرية وبيكون مش مهتم، وبيعرفها إن دوم وفريقه خطر ولازم يتقبض عليهم. وتس بتحاول تعرفه إن في حد هو المتحكم في كل ده، وهو بيكون فاهم كل حاجة، وخليك معايا عشان تفهم اللي جاي، وهو بيتعامل معاها كده عشان ايه. وتس بتسيبه وتمشي وبتعرفه ان هي هتعرف تعمل ايه بطريقتها. وبنشوف دوم واقف في السطح، وبنشوف اللي حصل في روما من اتلاف، وبتيجي واحدة عجوزة وبتتكلم معاه وبتقوله انه دايما بيضحي عشان الناس اللي بيحبهم، ومش بيخاف انه يعمل كل حاجة عشانهم، وبيقول لها انه مش بيخاف من الموت. وبنشوف رئيس الوكالة وهو طالع على الطيارة بتاعته بيطلب من اللي قاعدين على الجهاز يشوفوا جهاز التتبع عشان يعرفوا مكان دوم، ولكن بيكتشفوا إن بنت الرئيس السابق للوكالة دخلت وسرقت الجهاز، وإن وجودها كان لحاجة مش كده وخلاص، ويقول إن دوم ليه أخت وابن وإنهم عايزهم عايشين، وكل ده عشان يقدروا يلاقوه. وبيظهر معانا في المشهد اللي بعد كده ابن دوم وأخته هما في البيت وبيلعبوا على الكمبيوتر، وبيقتحم بيتهم مجموعة كبيرة من أفراد الوكالة اللي بيكونوا ملثمين ومعاهم أسلحة، وبيهرب ابنه للحمام، ولكن بيفتح الباب شخص وبيكون اسمه العم جايكوب، وبيقاتل مع أخت دوم وبيكسروا البيت وهما بيحاربوهم، وبتبقى المواجهة قاتلة في البيت لحد ما بيخلصوا على القوات كلها، وبيخرجوا برا البيت. وبيقول لأخت دوم مهمة روما كانت فخ، وبيقول لها إن دوم بعته ياخد ابنه ويحافظ عليه، وبيعرفها إنه لازم كلهم يتجمعوا في المكان اللي دوم قال عليه لما الدنيا تبقى جحيم، وإن دوم محتاج الفريق دايما يكون متجمع. وبتكون أخته بتوصي ابنه إنه يكون كويس، وبتوصي جايكوب عليه. وبتدخل بنت الرئيس السابق للوكالة حانا، وبتقول إن هي جاية تدور على حد هنا، وإن هي هتدفع فلوس لأي شخص هيساعدها، وفي حد بيكون هيتعدى عليها بالضرب، ولكن بتصدى ليه. وبتلاقي دوم قاعد هادي في الآخر، ودوم بيعرفها إن أبوها كان شخص كويس وكان محافظ على الوكالة، وهي بتعرفه إن رئيس العصابة السابق اللي اسمه ريان إن في ابنه لسه عايش دلوقتي وراجع ينتقم، وهو بيقول لها إن عايزها تعرف مكان مراته، ولكنها بتقول إن هي في مكان مجهول، ورد عليها عرفها إن هو واثق فيها
عليها وان هي لازم تحاول تشوف هي موجودة فين دلوقتي وتساعده يرجعها. المشهد اللي بعد كده بنلاقي صحاب دوم خارجين من شاحنة بعد ما قدروا يهربوا من روما لندن، وبنشوف صحابه وابنه في العربية وبيكونوا مشغلين اغاني وبيحاولوا يستمتعوا بطريقهم. المشهد اللي بعد كده بنكون على البحر وبيوصل دوم وبيقابل واحد صاحبه هناك وبيرحب بيه، وبنلاقي واحد من اللي موجودين في الحفلة بيتكلم في التليفون وبيبلغ حد ان دوم موجود. وبعد كده بيظهر عربية وبيطلع منها ابن رجل الأعمال اللي هو دانتي، وبيتكلم هو ودوم وبيقوله انه هينتقم منه على الفلوس اللي أخدها، ودوم بيقوله انا ما خدتهاش انا حرقتها. ودانتي بيتحدى دوم وبيقوله هنتسابق بالعربيات يا هبدأ اطلاق النار على كل اللي موجودين في الحفلة. ودوم طبعا بيختار السباق، وبنكتشف ان دانتي بيحط قنابل تحت عربية صاحب دوم والبنت، ودوم ساعتها بينقذ البنت وبيفوز بالسباق. وبنعرف ان دانتي تقريبا شخص مختل عقليا، وبيكون قاعد قدام الجثث وبيكلمهم عن السباق وبيقول لهم شوية وحد هيجي يدفنكم، وبيفتح اللاب وبيسرق فلوس وحسابات فيها مبالغ ضخمة وبيضحك وبيقوم. وبنلاقي صحاب دوم في مكان في لندن وبيحاولوا يفكروا ليه الوكالة استغنت عنهم، وبيكتشفوا ان كل حساباتهم البنكية مبقاش فيها فلوس خالص، وبيروحوا لحد يساعدهم وبيلاقوا ان صورهم نزلت في الوكالة وانهم مطلوبين. المشهد اللي بعد كده زوجة دوم وهي نايمة في أوضة على سرير طبي في معمل، وجنبها البنت اللي جت حذرت دوم في الأول اللي اسمها سايفر. وبنعرف إن سايفر دي بتكون ذكية جدا وقدرت تفك نفسها وهي نايمة في السرير ومربوطة، وساعدت زوجة دوم إنها تفك نفسها وبتقول لها إن المكان ده خطر، وبتطلب من زوجة توم إنها تسرع عشان يخرجوا من المكان ده بسرعة. وبنعرف إن هي ادت للحراس منوم ومش هيطول ومحتاجين إن هما يهربوا. وسايفر بتقول لها انت مش عايزة ترجعي لعيلتك ولا ايه؟ بتسألها ان هي مش محتاجاها، انت عملت كل حاجة لوحدك. سايفر عرفتها ان هي محتاجة شخصين في خطتها عشان تعرف تهرب، وبيفتحوا في نفس الوقت الاتنين مفتاح كهربا كبير يساعدهم ان هما يخرجوا من السقف. وبتسألها زوجة دوم قدامها قد ايه؟ بتقول لها 4 دقايق عقبال ما يصحوا. بتعرفها ان ده وقت كافي. وهنا بيبدأ عركة بينهم بسبب ان هما كان بينهم طار قديم، وبيفضلوا يتقاتلوا باحترافية، وبتكون المعركة بينهم صعبة، وبتكون سايفر عنيفة وزوجة دوم بتحاول تخنقها بسلك. وبعد كده جهاز الانذار بيشتغل وبيحصل قلق بينهم وبيكونوا هيخلصوا على بعض. وبنرجع لدوم وهو مع البنت اللي كانت بتسابقه واللي اكتشف انها تبقى اخت صديقة ليه، وكانت شغالة معاه في الوكالة، وبتكون عندها ملفات لكل الاشخاص الخطر، وبتعرفه انه معاها الملف بتاع ريان اللي هو رئيس العصابة وابنه دانتي. وبتعرفه ان دانتي ده شخص مختل عقليا واتحبس كذا مرة، وان كان دايما بيعمل جرايم وابوه بينقذه من السجن. ودوم بيعرفها انه هيعرف يلاقيه، وهي بتطلب منه انها تروح معاه، ولكن هو بيرفض وبيطلب منها انها تخليها في مكانها عشان تفضل بامان. ودوم بيكون نازل من البيت بتاعها وبيلاقي رئيس الوكالة بيراقبه وبياخد باله، ولكن رئيس الوكالة بيتعرض في طريقه لشباب من الحي وبيبدأ يتعارك معاهم، وفي لحظات بيخلص عليهم وبيمشي. وبنلاقي ابن دوم وصديقه في الطيارة، وبيكون بيحاول يهدي ابنه لأنه بيخاف من الطيارات، وبيتكلموا وبتيجي مضيفة الطيران وبتديلهم 3 أزايز، وهو بيفهم بكده إن في 3 أشخاص جايين يقتلوه، وبيقول له هنعد ل3 وهنقوم، وفعلا بيقوموا. وبنلاقي 3 رجالة داخلين وراهم وبيقتلوهم، وبينزلوا في مكان في الطيارة وبيكونوا مجهزين طيارة صغيرة خاصة بيهم، وبتتفتح الطيارة من الخلف وبيركبوا الطيارة الصغيرة وبينزلوا. وبنروح لفرقة دوم وبيكونوا وصلت لبيت ليكارد، وإن هو كان عدو لهم في الأجزاء اللي فاتت، وريكارد بيكون مفكر ان هما جايين عشان ينتقموا منه. وهان اللي هو فرد من الفريق بيعرفهم ان هو اللي هيدخل بس، وريكارد اول ما بيشوفه بيحصل بينهم عركة، لكن هان بيحاول يفهمه ان هما لهم دلوقتي شخص واحد عدو لهم كلهم. ريكارد بيقتنع وبيبدأ يفهم والمعركة بتهدى، وبعدها بيقتحم المكان عربية من الوكالة وبيبدأوا يتقاتلوا معاهم، وبيكون عددهم كبير وأصدقاء دوم بيحاولوا يفتحوا الباب والقتال شغال جوه، ولما بيفتحوا الباب بيكونوا قضوا عليهم كلهم. وبنرجع لدوم اللي بيكون وصل لمقر الشرطة العسكرية اللي ظهر في الأول اللي سرقوا منه الخزنة قبل كده، وبيلاقي شاشات كتيرة فيها صور ليه ولعائلته وأصدقائه، وبيرن تليفون وبيرد دوم وبنلاقيه دانتي بيقوله إنه هينتقم منه لأنه السبب في موت أبوه واللي هيخليه يتحرم من عيلته كلها زي ما عمل معاه. ودوم بيعرفه إن هو هيواجهه، ودانتي بيقوله إنه هيتفاجئ من اللي هيحصل فيه، ودانتي
ودانتي بيكون بيبص على أوضة ظهرت فيها بنت، وبنعرف إن البنت دي اللي هي كانت معاه في السباق. ودوم في الوقت ده بيكون وصل عنده رئيس الوكالة وبيقبض عليه. والمشهد اللي بعده بنشوف زوجة توم في مكان بتحاول تهرب منه، ولما بتطلع بتلاقي كل المكان تلج وبترجع تاني. وبنشوف الفريق بتاع دوم وصديقهم القديم في الوكالة، وبتفتح اللاب بتاع البنت وبنلاقي إن كل فلوسهم وزعوها على المرتزقة عشان يقتلوهم. وهنا ريكارد اللي بيلاقي صورة أمه من ضمن الناس المفروض يتقتلوا، فبيدخل يجهز أسلحته كلها. وبنرجع لدوم وهو مقبوض عليه، ورئيس الوكالة بيكون بيستهزأ بيه وبيقوله انت قدمت كتير للوكالة واكيد فكرت ان ده هيمنحك الرحمة معانا. وبيستهزأ بيه وهو بيقول لهم لازم تربطوا أحزمة الأمان ومحدش بيهتم لكلامه. ودوم بيربط الحزام وبيمسك في العربية كويس، وبنلاقي قذيفة بتتضرب في العربيات والعربية بتتقلب كذا مرة، وبيطلع قوات الوكالة تقاتل. وبيكون السبب في ده هو دانتي. ودانتي بيقول لدوم عندي مفاجأة ليك. ودانتي المجنون بيطلع أخت صديقته القديمة اللي كانت معاه في السباق في الأول لو تفتكر، وبيكون معاه مرتزقة عشان يضربوا القوات. ورئيس الوكالة بيدي لدوم سلاح يقاتل بيه، وبنلاقي دانتي ماسك البنت دي وبيهدد دوم بيها إنه يقتلها، ولكن بتظهر بنت رئيس الوكالة السابق وبتضرب نار عليهم. وبيظهر دانتي إن مش فارق معاه ومستهزأ بيهم وقد إيه إن هو شخص مجنون. ودوم بيبدأ معاه قتال واشتباك، ولكن بنلاقي دانتي بيدي إشارة بإيده بتكون في هليكوبتر فيها قناص بيضرب طلقة على بنت رئيس الوكالة السابق اللي اسمها تيس، ولكن دوم بينقذها. ودانتي بيروح للبنت دي وبياخد منها جهاز التتبع، وبيقول لدوم انت قتلت ابويا على الجسر ده وانا هعذبك وهخليك تفقد عيلتك كلها. وبيركب الهليكوبتر وبيمشي وهو بيساعد بنت رئيس الوكالة السابق اللي هي تيس وبيشيلها العربية. وبنشوف ابن دوم وجايكوب وصلوا البرتغال وبيروحوا المكان سري، وبنلاقي أصدقاء دوم موجودين هناك برضه في طيارة للبرتغال وبيعتذروا لبعض عن اللي حصل بينهم. وبيجي لجايكوب إنذار إن فيه هجوم عليهم، وبيكون المرتزقة اللي باعتهم دانتي، ولكن بيقدر يطلع جايكوب ومعاه ابن دوم من آخر النفق. وبيشوفهم دانتي من مكان عالي بالتلسكوب، والقناص كان هيخلص عليهم لكن دانتي بيعرفه ان هو محتاج الطفل. وجايكوب بيلاقي نفسه قدام اسطول من العربيات اللي فيها المرتزقة، وبتكون العربية بتاعته هو مجهزها وفيها صواريخ وبيقدر يقضي على جزء منهم. وبنشوف دوم في طيارة مع رئيس الوكالة وبيقوله يخليه ينزل قريب من عربية جايكوب، وفعلا بينزل قريب منها واخيرا بيشوف ابنه. ولكن دانتي بيكون ماشي وراهم، وجهاز الصواريخ في عربية جايكوب بيكون اتعطل وابن دوم بيطلع يحركه، ولكن بيقدر دانتي يمسكه من العربية وبياخده معاه في عربيته. وجايكوب بيبلغ دوم ان ابنه مع دانتي، وبتكون المواجهة بين الكل على الطريق طويلة وصعبة. وجايكوب بيلاحظ ان عربيته البنزين بتاعها بيخلص، وهنا بيقرر انه يضحي بنفسه وفعلا بيلف بالعربية عشان يبعد العربيات عن دوم وبيموت. وبيكلم ابنه عن طريق اللاسلكي، وابنه اول ما عربية دوم بتقرب بيفتح الباب وبينط، وفعلا بينجح وبيعرف يوصل لأبوه في العربية التانية. وعربية دانتي بتتقلب على الطريق، وبتكون المواجهة بين دوم ودانتي، وبنلاقي طيارتين هليكوبتر بتحاول تأيد دوم، ولكن دوم بقدراته بيقدر يتخلص منهم. ورئيس الوكالة بيكلم دوم وبيعرفه يجي على الطيارة وبيوصف له طريق معين يمشي منه. وبنلاقي في الطريق ده عربيتين نقل كبار بيحاصروا دوم. وبنرجع تاني نشوف دانتي طالع بعربيته على تل كبير وبيكلم دوم، وفي نفس اللحظة بنعرف ان اصدقائه بيكونوا وصلوا وهو بيقول لهم ده فخ. وبنلاقي رئيس الوكالة الحالي متعاون مع دانتي وضرب عليهم قذيفة خلصت على الطيارة، ولسه ما نعرفش هما ماتوا ولا ايه، هنشوفهم في الجزء الجاي. ودانتي بيقول لدوم نهايتك خلاص لازم تستسلم. وابي ابن دوم بيشجع ابوه، ودوم بيقول لدانتي انت عملت غلطة واحدة بس. ودوم بيقرر ينط من على الكوبري وبيخلي العربيات النقل تخبط في بعضها، وهو بينزل على منحدر بسرعة رهيبة وبيحاول يلحق نفسه. ونهاية المنحدر ده بيكون البحر وبيكونوا لسه عايشين. ودوم بيبص لدانتي ودانتي بيقول له حان وقت الموت. ودانتي بيقرر يشغل قنبلة، ولكن ما نعرفش ايه اللي حصل بعد كده هنضطر نستنى الجزء الجديد. وبيظهر معانا بطل جديد اللي اسمه لوك هوبز، وبيظهر في موقف تهديد جديد مع دانتي، وده بيمهد لجزء جديد بيوضح ان الصراع عمره ما هيخلص وان في اكشن جديد جاي. وبكده يبقى خلص فيلمنا النهاردة. طبعا ما تنساش تعمل لايك للفيديو وتشترك في القناة وتستنى الفيديو الجاي.
سلام.